النهارده بقى هنعمل كحك العيد الناعم الدايب بأنجح وأسهل طريقة سهلة جدا وخطوات بسيطة تنجح معاكم الكحك حتى لو أول مرة تحضروه. هقول لكم على كل أسرار نجاح الوصفة دي، إزاي يطلع لونه حلو وماسك نفسه وفي نفس الوقت بيدوب في البق، وإزاي كمان لو عملتوه محشي عجمية أو ملبن الحشوة تفضل جوه وما تخرجش منه ولا تنشف معاكم. في طبق كبير وواسع ضفت كيلو من الدقيق، استخدمت دقيق فاخر جميع الأغراض مش دقيق مخصص للكحك والبسكوت. على الدقيق معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة ريحة كحك بودرة، وطبعا رشة الملح ما تنسوش. ودلوقتي هنضيف السمنة. استخدمت 600 جرام من السمنة بدرجة حرارة الغرفة، يعني من العلبة كده على طول. وطبعا تقدروا تقدحوا السمنة لو حابين. 600 جرام السمنة دول بيعادلوا كوبايتين ونص من الكوب المعياري ساعات 250 مللي. هنبدأ بقى أهم خطوة اللي هي خطوة بس الدقيق بالسمنة، ودي خطوة مهمة جدا، فخدوا وقتكم زي ما انتوا عايزين. تقدروا تبسوه كده على ايديكم، او ممكن لو عندكم عجان 5-6 دقايق هينعم معاكم ويكون الخليط بالشكل ده. ودلوقتي هنحضر بقى خليط الخميرة، عبارة عن كوباية الا ربع من الحليب على مية. استخدمت حليب على مية، مش حليب بس ومش مية بس. زودت معلقة كبيرة من الخميرة، نص كوباية سكر بودرة، وقلبتهم كويس. اتأكدت ان الخميرة بتاعتي شغالة، وبعد كده ضفتهم على خليط الدقيق والسمنة وبدأت ألم العجينة بالطريقة دي. ما تعجنوش، احنا في الخطوة دي يا دوب بس بنلم العجينة، يعني يا دوب دقيقة ونص دقيقتين بالكتير هتلاقوا العجينة لمت وبقت معاكم بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، بحيث لو اخدنا حتة كده من العجين وكورناها وضغطنا عليها بنلاقيها ناعمة كده ومش بتعمل اي تشققات من الجنب. ده يبقى دليل على ان العجينة بتاعتنا مظبوطة. بنريح بقى العجينة قبل التشكيل 10 دقايق بس، احنا مش بنسيبها تخمر، بنريحها بس 10 دقايق وبعد كده نبدأ نشكل فيها. ممكن بقى تشكلوها بالبصامة او بالمنقاش او ممكن بالفرم الضغط بتاعت الكحك، حسب الطريقة اللي انتوا بتحبوها لتشكيل الكحك. انا بالنسبه لي بكورها كور صغيره كده كلهم حجم بعض، وبعد كده بضغط عليهم بالبصامه وابتدي اسوي على طول. طيب ده كده الكحك الساده بدون اي حشوات. لو حابين بقى تعملوا شويه كحك محشيين بالملبن، هنحتاج ربع كيلو من الملبن، هنزود عليه معلقه سمنه كبيره، ونزود كمان معلقه من ميه الورد او ممكن معلقه من ريحه الكحك. انا بالنسبه لي بحب نكهه ميه الورد اكتر. ونعجن الملبن كده كويس بالسمنه لغايه ما العجينه تبقى طريه بالطريقه دي، وبعد كده نبدا نكورها كور صغيره علشان نحشي بيها الكحك. علشان بقى نعمل كحك محشي بالملبن بناخد كوره كده من العجين وبنكورها، وبصباع الابهام بنعمل فيها تجويف كده ونحط كوره الملبن ونقفل عليها كويس. اتاكدوا ان مفيش اي حته من الملبن ظاهره علشان ما يطلعش في الفرن ويسيح وينشف معاكم. ونيجي بقى لاهم خطوه اللي هي خطوه التسويه. الكحك الساده ليه تسويه مختلفه تماما عن الكحك المحشي بالملبن، فده يكون في صينيه لوحده وده يكون في صينيه لوحده، وده ليه درجه حراره معينه وده ليه درجه حراره معينه. بالنسبه للكحك الساده بيستوي على درجه حراره 180، اما الكحك المحشي بالملبن او العجميه بيستوي على درجه حراره 160، يعني اقل من الوسط وما بين الهادي. ما بين درجه الحراره الوسط والهاديه هيطلع مظبوط جدا معاكم ومستحيل يفتح في الفرن ولا الملبن يخرج منه ولا يشقق من فوق. اهم ملحوظه كمان في تسويه الكحك المحشي بالملبن اننا ما نفتحش عليه الشوايه. لو فتحتوا عليه الشوايه برضو الكحكايه هتشقق منكم من فوق والملبن هيخرج منها. وده شكل الكحك بعد التسويه، واخد لون يجنن وبيدوب في البق، وفي نفس الوقت الكحكايه ماسكه نفسها وطعمه رهيب بجد. المهم تطبقوا كل الخطوات والملاحظات اللي قلتها في الفيديو، وبس كده النتيجه هتكون كحك ناعم ودايب وبيدوب في البق ولا غلطه، واخد لون يجنن وقوامه في منتهى الجمال وطعمه احلى من كحك المحلات. بتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعرفوني رايكم ايه في التعليقات، وشكرا جدا ليكم والسلام عليكم.